لو شعرك بيتكسر أو بيقع كل بيض، على الأقل بيضة يوميا، وهتلاحظ فرق كبير في صحة الشعر والضوافر. وسماعات الودن ما تلبسهاش مكان حد أبدا، علشان ربنا يحفظك، بتنقل عدوى وبكتيريا. ولما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتطلب منه أي حاجة بتحبها، ارفع ايدك كده: يا رب كرمني واسترني وحقق لي اللي نفسي فيه. ولما تيجي تستعيذ بالله من أي حاجة ما بتحبهاش، اعمل ايدك كده: يا رب كفيني شر المرض والبلاوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. عود نفسك هتطلب من حد حاجة تعصر روحك وترجعها له في الميعاد اللي قلت عليه بالظبط، ولو قدرت قبل كده يبقى أحسن، علشان يبقى لك عين تطلب تاني. وعلى رأي اللي قال: من خد وده صار المال ماله. وما تقررش عيل صغير: كلته ايه؟ رحتوا فين؟ هو بابا وماما كانوا بيقولوا ايه؟ عيب على فكرة، ومش من امتى. وما ينفعش تكون ماسك تليفونك وابنك يقول لك شوفني وانا بعمل الحاجه الفلانيه، فتقول له ماشي، وبعد لما يخلصها ويعملها ومستني رد فعل منك، يلاقيك لسه باصص في التليفون وما كنتش مركز معاه. افضله دلوقتي علشان ينشغل بيك بعدين. ولو شايف انك في القاع وتحت خالص، صدقني غيرك شايف تحت اللي انت فيه اعلى سقف نفسه يوصل له ويترقى ليه. عيش على قدك وما تقسطش ولا تتداين، الدين بيهد الحيل. مراتك بتحب الزرع، او فازة معينة بتحب تحطها بشكل معين في الشقة، او كسوة للكنبة والمخدات، اوعى تتريق عليها وتقول لها ايه اللي انت حطاه ده، لان الحاجات دي بالنسبة للست بتبقى مقدسة، وتريقتك وانتقادك عليها بيجرحها جدا. وما تزعلش انك عانيت، معاناتك دي هي اللي خلتك واقف على رجليك دلوقت وعندك خبرة في الحياة. حب العدس علشان لما تاكل اللحمة تعرف انها حلوة. من الاخر ارضى بقليلك علشان تعرف قيمة الكتير لما يجي وتحافظ عليه. تعرف ان ربنا لو رضى عليك هيفتح لك ابواب الدنيا والاخرة تكبش منهم زي ما انت عاوز. وممكن جدا ربنا يرضى عليك بابسط الحاجات، زي انك مثلا تقول الحمد لله قبل لما تاكل وقبل لما تشرب. وده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حامل هم الموت ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حسن الخاتمة، يبقى عليك ببر الوالدين، عايشين كانوا او ميتين. هتقول لي عايشين دي وعرفناها يا عم، ميتين نبرهم ازاي؟ هقول لك بالصدقة والدعاء ليهم. الامام سعيد بن المسيب بيقول: البار بوالديه لا يموت ميتة السوء. اي قعدة او بوست او فيديو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى اقعدها واسمع، حتى ولو مش هتحفظ حاجة او تركز. هتقول لي ليه؟ اقول لك: اللي بيجلس مجالس الذكر ما بيشقاش، يعني بيتفرج له كل كرب وبيتيسر له كل امر وبيرضى وبيرتاح مهما تحطه الايام على اي حال او جنب. اي تصرف هيخلي غيرك يحزن، حتى ولو هتخبي حاجته بدافع الهزار، ده حرام. وده لان الحزن اذية، واذية اخوك المسلم حرام. عاوز تقطع نفسك عن حد؟ ما تدورش وراه، ولا تحاول تعرف عن تفاصيله وعن حياته، ولا تفكر فيه حتى. وده لان المشغول بحد بطبيعة الحال بتوصل له اخباره. الذنوب زي النزيف اللي بيصيب النعم، تفضل النعم اللي في حياتك تنزف طول ما انت واقع في المعاصي، سواء في المال ولا العيال ولا راحة البال وهدوء الحال. وعلشان النزيف ده يقف لازم دايما تقول: استغفر الله. وبالمناسبة لو بعدت عن الحرام ولو حتى شبر، هتلاقي الحلال جاي لك بأقصى سرعة، ياخدك بالحضن ويعوضك عن كل الحرام اللي سبته وبعدت عنه. ولو نفسك ربنا سبحانه وتعالى يحبك وتبقى من أقرب العباد إليه، يبقى انفع غيرك ولو بمعلومة، وصدقني مش هياخد من رزقك حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب لو ربنا حبني هيحصل إيه يعني؟ هقول لك: إن المحب لمن أحب مطيع، ولله المثل الأعلى. ربنا لو حبك هيحقق لك كل اللي نفسك فيه، وأي دعوة هتدعيها هيلبيها لك في أقرب وقت بإذنه وفضله. ولو عاوز الناس تحبك وتحطك فوق راسهم وقلوبهم، يبقى ما تتدخلش في خصوصياتهم. الأحنف بن قيس لما سألوه: بما سدت قومك؟ انت بقيت زعيم القوم بتوعك ازاي؟ قال لهم: بعدم سؤالي فيما لا يعنيني. هترد او تقول لحد السلام عليكم هتاخد 10 حسنات، هتقول له السلام عليكم ورحمة الله هتاخد 20 حسنة، هتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتاخد 30 حسنة. جبت منين الكلام ده يا عم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.